السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واليوم معكم أبو عبد الله، حياكم الله جميعا. وأخيرا جاء الموعد، اليوم الساعة 10 مساء مباراة بين الهلال وريال مدريد. يأتي الانتقام الذي سوف ننتقم منهم. لكل فريق يستفز للآخر، لأن فريق ريال مدريد يستفز ياسين بونو، إنهم يقولون أنهم سوف نسجل على ياسين بونو، وأيضا الهلال يستفزون ريال مدريد لأنهم ليسوا أقوياء أصلا. ولكن يا ترى من سوف يفوز بينهما؟ اكتبوا توقعاتكم أو صوتوا لقدامكم. بإذن الله تعالى راح أفتح بث مباشر في هذه المباراة المهمة بالنسبة لكل الهلاليين في هذه القناة أبو عبد الله في قناة اليوتيوب، وراح يكون بث مباشر بشكل هكذا. ولكن شباب قبل ما أوريكم مقطع لا تنسوا اللايك، المتابعة، واكتبوا توقعاتكم واكتبوا تصويتكم من سوف يفوز. لكل صناع المحتوى قالوا انه الهلال مستحيل ان يفوز على ريال مدريد، ولكن كمشجعين الهلال نحن نقول باذن الله ان الهلال يفوز على ريال مدريد. لا اعلم لماذا يقولون ذلك، لان ريال مدريد اقوى فريق في اسبانيا. لكن هذا وقت انا اوريكم شيئا، دقائق معدوده. طيب يا شباب، هكذا سوف تكون بث مباشر في منصة اليوتيوب. كيف حالكم؟ شو اخباركم؟ هذا انا يا شباب في البث المباشر. راح احط لكم اسمي اليوزر انا اتمنى ان كل الهلاليين ياتوا في بث مباشر، لاني انا سوف افتح بث مباشر الحقيقي وليس مباراة وليس اي شيء زي الناس اللي تبث في اي كلام. انا راح ابث ان شاء الله في مباراه حقيقيه. انتم شايفين انا عندي تعليق بسبب النت، فالله يستر في المباراه ان شاء الله انه ما يعلق. لايك متابعه، ويلا نشوفكم ان شاء الله في مواجهه بين الهلال والمدريد. موعدنا الساعه 59 دقيقه، فاشتركوا في القناه وفعل الجرس عشان يجيكم بث مباشر على طول. ويلا تصبحون على الخير. لازم انام كويس عشان اشوف المباراه معاكم في الليل الساعه 10 مساء. متشوقين اشوف المباراه بين الهلال وريال مدريد، وان شاء الله يكون في لقطات اسطوريه بين الفريقين. لا اطول عليكم، تصبحون على خير، وصوتوا اللي قدامكم اذا في تصويت، وما في ما ادري بصراحه اذا في تصويت ما صار يطلع لي. يلا بينا، السلام عليكم.